حضرتك بتقدم محتوى ديني نعم. على السوشيال ميديا. نعم. بس مش محتوى ديني مجرد ان انت بتقول احاديث وتفسرها او مواضيع قصص دينيه او كده، لا، انت ليك رساله وهدف. نعم. من المحتوى اللي انت بتقدمه زي ما انا قلت. نعم. ان انت عايز توصل ان التقرب من الله بيبتدي من قلبك. الاول قبل ما نخش في الموضوع ده، عايز اسال حضرتك انت ليه اخترت لما حبيت تقدم محتوى، ليه اخترت المحتوى الديني وليه خدت الرسالة دي لطريقك يعني تمشي فيها؟ جميل جدا. هو الدين هو أساس الإنسان. وأساسا الإنسان موجود في الدنيا هنا لكنه عايش بمنهج الله سبحانه وتعالى. ومنوط بيه إن هو يطبق المنهج ده ويعيش بيه في كل تفاصيل حياته. الدين ما بيسيبناش من ساعة ما بنصحى إلى إن احنا نحط راسنا على المخدة وننام. معانا في كل وقت. في منهج وفي نظام وفي سلوك. القضية مش قضية افعل ولا تفعل. القضية قضية التناول. انت بتتناول ده وأثر العمل اللي انت بتعمله وبتتقرب بيه إلى الله على قلبك ازاي وطالع منه ازاي. ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالتناول القلبي للعمل هو الأساس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مضغة إذا صلحت صلح العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله ألا وهي القلب. فمضغة القلب دي هي أهم ما في الإنسان، وهي كمان اللي بيبقى على أساسها بيتحط الميزان كله. ومن هنا حسيت انه في اهميه ان الانسان يتبحر في دينه ويكون عنده برضه واسع قراءه وواسع اطلاع وواسع استماع وتسمع لاتجاهات مختلفه وتبدا عندك حته تربيه للقلب شويه من حيث الجانب الروحاني اكتر. اخترت ان انا اقدم المحتوى ده لان في ناس كتير جدا الحقيقه يعني بتقدم محتوى ديني لكن الكلام بيتقدم على انه هو الامر وبتقدم على انه جنه ونار. النفس ما بتحبش القيود. صح. ولما بيتحط قيود كتير فيك، لا، ولما كمان توصله الرساله كده ان انت لو عملت ده جنه ولو عملت ده نار، يعني هو ممكن يعني يخاف او واذا كان بعيد لمده طويله. واحد ما بيصليش فتره زمن طويل قوي ممكن ييأس من مسألة، يقول طب ما أنا السنين اللي فاتت، طب أنا العمر، طب أنا اللي عدى، طب اللي أنا عملته في حياتي. عايزين نقول لأ، يعني الرجل الذي قتل 99 نفس كانت له توبة وكانت له رحمة وكانت له مغفرة. القضية إنه صدق بقلبه إنه هو عايز ربه رغم إنه الفعل غير متساوي مع الحالة القلبية، إلا إن ربنا قبل القلب ده. فاحنا عايزين نقول انه القلب مهم جدا في تناول كل حاجه ونفهم العبادات، لان في ورا كل عباده من العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضها علينا في حوار قلبي انت لازم تفهمه، والا المساله هتبقى مجرد تنفيذ اوامر واي حاجه بتتعمل بالحب بتبقى بالظبط وطالعه من القلب. بالظبط الواحد بيعملها وما بالك بقى العلاقه مع ربنا.